السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى عاملة لكم بقى إيه كحك كده بالعجوة، عاملاه كده زي ما انتم شايفين الصنبة دي كده جميلة بصراحة وطعمه جميل، اللي طلع طعمه تحفة، ولا ناعم قوي ولا خشن كده، تاكليه كده يعني بيدوب في بقك دوب كده. وطريقته سهلة وبسيطة واقتصادية ومش مكلفة، ولو مشيتي على الخطوات دي هيطلع معاكي أحلى كحك. بصراحة جميل جميل يا جماعة. شايفين هنا بقى كان عجينة اهوت، وهنا بقى استوى، شايفين المنظر بتاعه، وقب نفش كده وبقى جميل وهش، وطعمه جميل يا جماعة ورائع. يعني بصوا المنظر بيعبر عن نفسه. شايفين شايفين نفش وبقى جميل ازاي وحلو، والعجينة طرية وجميلة وتحفة. يعني لا هي ناعمة قوي ولا خشنة، جميل اللي هو يعني المطلوب يعني. امشوا بقى دلوقتي هنشوفوا ان شاء الله مع بعض كده، ونشوفوا المقادير بتاعته. المقادير على قد الايد زي ما بيقولوا، وسهلة خالص ومش مكلفة. ده كيلو يا جماعة ما شاء الله. الكيلو طلع لي كمية كبيرة وجميلة يعني. الكيلو دقيق، اما تحطي بقى عليه السمنة والحاجة بتاعته دي والعجوة والحاجات بتاعته دي، بيزيد معاكي، بيديكي 2 كيلو او 2 كيلو وشوية كمان. يعني بصي، يعني انا عملت كيلو واحد بس ما شاء الله طلع لي الصاجين دولت، وطلع لي صينيتين. شايفين بصوا منظره جميل وهش ازاي وتحفة ازاي، ولا ريحته بقى وطعمه. امشي على الطريقة دي بقى، جميلة وسهلة وبسيطة، وزي ما بقولك كده مش هتكلفك كتير، وهتعملي احلى كحك لولادك، وهتقدمي بقى في العيد. كل سنة وانتم طيبين. هنا بقى بصوا، بعد ما برد بقى طلعته من الفرن وبرد، رشيت بقى على السكر بتاعي كده. انا بنحب نشيله بقى كده في العلب بالسكر بتاعه. ليه بقى العجينة تشرب كده والكحك يشرب معانا السكر ده ويبقى جميل. تيجي بقى تطلعي، مش لسه هتقعدي تحطي سكر بقى. اما انت ما بتجيبيه من الحلواني بيبقى حاطط عليه السكر جاهز. يعني الخطوة دي يعني بيعملوها عند الحلواني بيعملها عادي. فانت تعمليه بقى كده، تحطي عليه السكر. طبعا لو عايزة شوية من غير سكر ما تحطيش. هنا بقى بص رصيته بقى في السرفيس ده. ده كان جزء منه، ده هو ما شاء الله الكيلو طلع لي ياما يا جماعة والله. يعني ده كان جزء منه، وكان فيه لسه صينيتين ما حطيتهمش عشان السرفيس ده كبير ما شاء الله، فيا دوبك كده خد دول، وفي صينيتين تانيين. شايفين بقى المنظر بتاعه اللي جميل للتقديم، وهتلاقيه حلو قوي، ويعني هيشرفك يعني في العيد لما يجيلك حد هتحطي منه. جميل طبعا جنب الحاجات اللي انت عاملاها، هيبقى جميل. انا عملت اعمل لكم بقى ايه حاجه كده من الحلويات بتاعتنا، او الكحك والبسكوت بتاع العيد. هنا اول حاجه نقوله بسم الله. حطيت بقى باكل خميره كده، باكل خميره فوريه، ما عملتش بخميره اللي هي بتاعت الفران، عشان تطلع ايه مش ريحتها جامده فيه. هنا بقى شويه ميه كده ايه زي دمعه العين كده يا دوبك، فتره بسيطه كده دافيه بسيطه قوي. ومعلقتين نحط بقى ايه معلقتين السكر بقى. دول معلقتين السكر دول هيساعدوا بقى كمان ايه في تحمير العجينه بتاعتنا، يعني تبقى اللون بتاعها اللي شفتوه الجميل الذهبي ده. بتساعد بقى المعلقتين السكر دول بيساعدوا في التحمير بتاع الكحك بتاعنا. طبعا الكحك بتاعنا ده لا عايزه تعمليه بقى انت مدور، عايزه تعمليه باي اشكال اعمليه. انا عملته زي ما انتوا شفتوه بالطريقه دي، وسهله خالص بقى. لا قلت بقى هنقش ولا بتاع. هو مكبس كده بتحطي فيه العجينه وتتكي عليها كده، تطلع لك النقشه جاهزه. هنا بقى معانا بسم الله كده كده زي ما قلت لكم كيلو دقيق. ده كيلو يا جماعه دقيق اللي طلعنا الكميه دي. ومعايا هنا تمن سمسم. طريقة اقتصادية وهتعملي حاجتك، ويعني عشان طبعا دلوقتي مش زي الأول. يعني هتعملي الكيلو ده هيطلع لك يا مشا ذرة ملح بس كده، ذرة ما بين صوابعك كده ملح، هتحطيها على السمسم كده. طبعا أنا حاطة نص كيلو سمنة. لازم سمنة يا جماعة، نص كيلو سمنة وسخنت جامد زي ما انتم شايفين كده. بتحطيها بقى على السمسم، وشمي بقى الريحة. الله على الريحة بقى، الريحة بقى بتاعت الكحك والبسكوت بقى بتاعت زمان. وناس زمان بقى ما كانوا بيقعدوا يعملوا لنا كده، يحطوا كروانة كبيرة كده ويقعدوا يعملوا لنا كده، كانت بتبقى الريحة جميلة وطالعة. وانا كمان كنت بعمل كده في الاول يعني، بس كنت بعمل كمية كبيرة. فكل وقت بقى ومش زي التاني. انا ودي بقى قلت اعمل كل حاجة كيلو. ما شاء الله والله البركة من عند ربنا. تقولي بسم الله ما شاء الله كده، ويا بركة بسم الله والله الحاجة ربنا بيبارك فيها، وطالعة جميل وطالعة ياما. يعني الكيلو زي ما قلت لكم رمالي بتاع يجي 2 كيلو وشوية او 2 كيلو، حوالي 2 كيلو وربع 2 كيلو ونص ما شاء الله ياما يعني. يعني ما تقوليش هعمل كيلو بس، لا اعملي كيلو كده وجربي.
من كل حاجة هتعملي كيلو وشكلي كده هتطلع جميلة، حاجات جميلة وتحفة. هنا بقى بعد ما السمسم تحمص معانا كده وطلعت الريحة الجميلة الحلوة دي، هنا هنقلبه بقى دي عشان لسه سخن طبعا. انا بحاول ايه شربه السمنة كلها كده زي ما انتم شايفين، كده بالسبتيولا كده معايا. بحاول ايه اشرب السمنة دي السمنة. شايفين النص كيلو طالع مظبوط، لا هو ناعم قوي قوي اللي هو بيتكسر ده، ولا الخشن، لا طلع بيدوب في البق كده دوب كده. يعني تاكليه كده بالحشوة بتاعته بتدوب في البق. صحة وعافية بقى اللي هيعمله وجرنش بس على المقادير بتاعتي دي، هتطلعي حاجة مظبوطة وجميلة واقتصادية زي ما انتم شايفين كده. والسمنة طبعا اللي موجودة عندك، هتعملي بسمنة بلدي ماشي، هتعملي بسمن أي نوع سمنة عادي، بس هو بيتعمل بسمنة يا جماعة. اهو زي ما انتم شايفين كده بسيته شوية بالسبيتيولا كده، بسيته شوية بيها كده. وهنعمل ايه دلوقتي هتشوفوا الطريقة بتاعته. طبعا اللي ما عندوش عجانة، انا كنت ببسه كده بايدي الاول كده وافضل ابسه وبعدين اعجنه. انا بقى عشان عندي العجانة قلت لا، طب وانا ما انا شايلها ما بعملش بيها حاجة، استغلها بقى في اليومين دول اللي بعمل فيهم الكحك والبسكوت وحاجتي، اعمل فيهم تريحني شوية. اه هنا بقى حطيته شايفين، بصوا عاملين ازاي بقى، عامل زي الرملة المبلولة شايفين. شرب السمنة بتاعتنا وبقى جميل. هنا بقى هنشغله بقى كده ايه، يكمل البس بتاعه ده كده. هي مش هنبقى فيه ايه ضيق خالص، كله هيشرب السمنة بتاعته كده، وهيطلع لي عجينة ممتازة يا جماعة. وعادي انا كنت بعمل بايدي، يعني كنت بعجن بايدي الاول، يعني بنعجن طول عمرنا بنعجنه بايدينا. فانا بتكلم على اللي عنده عجنة هيعمل بيها، اللي ما عندوش هتعملي بايديك عادي. انا كنت يعني شايله العجانه ما بستعملهاش كتير. فانا قلت الله، طب ما انا عندي العجانه اللي، طب وانا يعني طالما عندي، انا ما كانش عندي، كان نفسي يبقى عندي عجانه عشان اعمل فيها. وما جبتها دلوقتي ركناها، قلت لا اطلعها بقى اعمل فيها بقى حاجتي. هنا بقى شايفين ان كل شويه هنوقف العجانه وهنحط حاجتنا بقى. طبعا انا جايبه ايه المحلب. محلب دوت يا جماعة بيتباع عند العطار. هتجيبي تقولي له عايزة على قد كيلو، هيديكي حبة كده على قد كيلو. هتضربيهم بقى ايه اهو شايفين، معلقة كبيرة، هي المقادير بتاعها معلقة كبيرة محلب قوليله من عند العطار، وتطحنيه كده حلوة في المطحنة، وتحطيه كده على العجينة، الريحة بقى بتاعته والطعم بيبقى جميل. وفي بيقولوا له عايزة حباش كحك برضو على قد كيلو، تقولوا له على قد كيلو دقيق. يعني اي حاجه جيبيها على كل اي كيلو دقيق. بصوا بقى الخميره اختمرت معانا كده وبقت جميله ازاي. اتفعلت بقى كده كده ممتازه بقى، هتنفش لي بقى الكحك بتاعي وهتبقى جميله زي ما انتم شايفين. هنا حطينا كيلو دقيق الاول زي ما انتم شايفين، شفتوا الاول. هنا بقى دوت بصوا، ده بقى تقولي له عايزه ايه للكحك كده، ريحه الكحك دي في زر ورد وفي ريحه بالموز وفي كذا ريحه. دي انا جبتها كده بصوا، زر ورد كده، بتبقى ريحه الكحك جميله بقى، وهي كمان في الفرن بيطلع الريحه تحفه. هنا بقى المقادير سهلة زي ما انتم شايفين، شفتوا كده كيلو دقيق وحطينا قدحنا نص كيلو السمنة، سخناها جامد وحطيناها، والسمسم وذرة ملح في ده في الدقيق في الأول. وبعد كده حطينا شوفوا في العجينة الخميرة اللي عملناها اختمرت معانا. الخميرة طبعا زي ما انتم شفتوا باكو خميرة فورية. وحطينا عليه ايه ربع كوباية مية يا دوبك زي دمعة العين فترة كده، ومعلقتين السكر واختمرت جميلة. هنا بقى شايفين كل شوية انا بشوف العجينة معايا كده. طبعا ايه انا دي كده لسه ما حطيتش عليها اللبن، انا هعجنه باللبن بقى. عايزة تعجنيه بالمية تعجنيه بالمية عادي، بيتعجن بالمية. يعني على حسب بقى، لو ما عندكيش اللبن او الحليب اعملي بالمية عادي. انا بقى هنحط هنا شايفين دي كوباية، كوباية مش كبيرة قوي. يعني هو عايز المقدار بقى مظبوط، اصل في دقيق كمان بيشرب السوائل فيه ما بيشربش. يعني انا قلت احط حبه حبه كده ايه، على ما اشوف هياخد معايا قد ايه، والاقي العجينه حلوه. اما تلاقي العجينه كده معاكي تعمليها بصبعك كده، تكي على بصبعك عليها زي ما تكوني بتنقشيها كده، والنقشه تبقى مظبوطه. يبقى كده مش هتحطي لبن تاني ولا حليب. شايفين كده حطيت كوبايه، دي كوبايه وسط مش كبيره قوي. يعني انا الاخر هتعرفي المقدار اللبن اللي حطيته قد ايه. انا حطيت كوبايه ونص من دي، يعني بمقدار
مج من بتاع الشاي، او كوبايه العادي بتاعت الشاي اللي ام ايدين دي اللي بتشربي بيها العادي دي، مقدارها كده ايه، مج منها. بس دي عشان الكوبايه دي وسط، يعني يعني حوالي، انا حطيت حوالي بالظبط ربع كيلو لو بالميزان، ربع كيلو لبن اهو. بص انا كده ايه، بقى كل شويه ببص عليها كده، لقيتها بقى حلوه معايا، لقيتها ايه اللي هي تنقشيها بايدك كده او هتنقشيها بالمنقاش، مش النقشه هتفضل زي ما هي وجميله. بصوا العجينه بقى بقت جميله ازاي، شايفين عجينتها جميله وطالعه زي ما انتم شايفين كده مظبوط. المقادير دي مظبوطه قوي. امشي على الخطوات بس، لسه ما عملش قبل كده هتعمل شايفين بعمله كده بايدي كده، لقيته النقشه زي ما هي، يعني تك عليها كده ما ترجعش تاني زي ما هي. هنا بقى هسيبه بقى شويه كده عم احضر بقى السجات والحاجه اهو زي ما انتم شايفين. هنا العجوه بقى، جايبه نص كيلو من العجوه، يعني انا خد مني نص كيلو عجوه. احنا بنحب العجوه ياما قوي في الكحك بتاعنا ده. وكمان لما بتعمليها بالمكبس مش زي الكحك اللي هو ايه بتبرميه المدور، بياخد حته صغيره خالص، يعني حته رفنعه وتبرميها كمان. لا انا هنا بقى انا بكتر بقى عشان ايه، يديني كده الكحك الجميل. هنا بقى حطيت معلقتين من السمسم زي ما انتم شايفين عليها كده، التكايه دي جميله بتخلي لي طعم الكحك من جوه بالعجوه تحفه. هنا بقى معلقه زبده، معلقه سمنه، انا حطيت معلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده. طبعا قلت لك اي نوع سمنه حطيه، يعني اللي موجود عندك المتاح عندك اعملي بيه وهيطلع جميل، لان هي شايفين الحاجه اللي حطيناها كلها هتطلعوا في الاخر نتيجه جميله. هنا بقى دعكتها حلوه قوي بالسمنه والسمسم وايه، ودلوقتي هكورها زي ما انتم شايفين. كوريها الاول كده زي ما انتم شايفين صغيره خالص كده حلوه. بصوا الحجم ده حلوه اهو صغيره كده. كوريها بحيث ايه ما انت بتعملي بقى تسهلك بقى العجينه، برضو لو عملتيها برضو كورتيها كده كور، وبعد كده تحشي بقى وتعملي في المكبس سهل قوي، يعني الموضوع مش صعب او كيلو سهل. وقلت لك زي ما بقول لكم كده ما شاء الله تبارك الرحمن طلع لي كميه جميله بصراحه. يعني انا كنت هجيب جاهز من بره، انا بقى لي كام سنه بجيب جاهز، حتى لو بصيتوا على عندي على القناه مش هتلاقوني عملت السنه اللي فاتت ولا كحك ولا بسكوت. كنت بجيبه جاهز، فالنوبة دي بقى قلت لا عشان اصور ناس طلبت مني عايزين بقى ايه اعمل بقى كل حاجة كده فيديوهات عشان يشوفوا المقادير. وطبعا في لسه بنات لسه جداد يعني متجوزين جداد برضه عايزين المقادير. فانا قلت لا انا ايه، ان شاء الله كده ربنا يجعلني سبب كده في اي حد عايز يعرف المقادير يعرفها ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، و... ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. وبشكر أي حد بيخش عندي القناة، من عندي القدام ولا الجداد، من جوه مصر ومن بره مصر. بشكركم جدا والله، وجزاكم الله خير عني، وربنا ما يحرمنيش منكم أبدا يا حبايبي. اللي وصل معايا لغاية كده يا حبايب قلبي، يروح قلبي حطوا لي لايك كده بالله عليكم، ما تستخسروش فيا اللايك. يعني احنا بنتعبوا برضو يعني والله، يعني عشان نعمل لكم فيديو كده حلو كده ان شاء الله كده، وحد ياخد منه لو معلومة صغيرة. اما بتحتاج برضو يعني مجهود مننا، فان شاء الله كده. هو اللايك اللي بتحطوا لي دوت او الكومنت الحلو بتاعكم الجميل ده، والجرس يا جماعة حاولوا الجرس شوفوه كده متفعل ولا، عشان انا بنزل الفيديو مش بيجي عليه حد قوي، فانا بقول يمكن عايز بقى يتفعل من جديد او حاجة يعني. طفوا الجرس ده وارجعوا فيه تاني، يعني الغوه وارجعوا فيه تاني، اعملوه من تاني عشان يوصلكوا الاشعار. هنا بقى انا كنت بتكلم في الفيديو بقى وانا صايمة معلش، ف تحسوا زوري متغير بقى صوتي متغير، لان انا بتكلم وانا صايمة بقى بالنار كده زي ما انتم شايفين كده. يعني ده بدأت الفيديو ده يا جماعة، صليت الفجر و... وقمت قايله الاذكار بقى كده، وقريت شويه في المصحف وقمت ايه، بادئه فيه. يعني بصي يعني ساعتين زمن هتكوني مخلصه كل حاجه ومسويه وكله. ليه بقى؟ لان ده كيلو وما شاء الله. انا جبت بقى السجات دي بقى هتلاقوها في فيديوهات كلها بتاعت اللي عامله فيها
الكحك بقى والبسكوت وكل الحاجات والبيديفور والغريبة وكله عاملاه فيها. انا جبتهم جداد دول، بيبقوا احلى من الصواني وكبار حلوين يعني. بصوا ما شاء الله كبار. هنا بقى شايفين، انا قلت اجرب كده العجينة اشوفها المقاس بتاعها حلو كده. بصوا شايفين دي بقى القالب ده حلو قوي، ده رخيص قوي يعني، بيتباع عند اي حد بيبيع الحاجات دي، مش غالي. انت بتحاولي بقى تطلعيها. بصوا شايفين النقشة، هي العجوة بقى دي مش هتبان ليه بقى. العجينة اللي من فوق دي اما هتنفش هتدري على العجوة، يعني ما تقلقيش لو العجوة بانت منك سنة بسيطة كده. يعني حاولي بقى ايه، لان شايفين انتوا شفتوا العجوة انا عاملاها كور كده حلوة. حاولي بقى انت ظبطيها بايدك كده، ولو في حاجة باينة بسيطة من العجوة من فوق الوش دي اما العجينة بتنفش بتداريها. اهو زي ما انتوا شايفين، بص منظرها جميلة ونقشة. ولا نقشتي بقى بالمنقاش ولا حاجة اللي هي القالب اللي انا بعمل فيه دوت. شايفين دي بصامة كده حلوة قوي، بتخلي العجينة اكنك عاملاها بقى بالمنقاش، وشغل جميل فيها. حاولي داري، بصي شايفين انا بداري من العجينة العجوة ازاي. حاولي داري من كده من الحتة اللي من تحت دي بالعجينة كده بالعجوة. شايفين بصوا منظرها جميل أوي. ودي بقى هتنفش معايا، طبعا الكاميرا مش بايناها قوي، انا مقرباها بس. بصوا شايفين، عشان انتوا عارفين المطبخ حجمه عندي صغير، مش مساعدني ان انا يعني ايه ابين لكم اكتر من كده، لاني بص الستاند جنبي والكاميرا جنبي، يعني مش عارف اقربها اكتر من كده. هنا بقى وانا واقفه على الرخامه كده عملتهم، شايفين ما خدوش حاجه، سهله، طريقه سهله وبسيطه خالص، ومش ولا فيها اي حاجه يعني. وانا بحاول اجرلكوا برضو الكاميرا، يعني اعمل واحدتين واجرلكوا كده عشان ايه الوقت. والله رمضان بيجري واحنا يعني الواحد بيستناه من السنة للسنة، وانا مش عايزاه يجري والله. انا بحب رمضان يعني، ده سبحان الله. انا من وقت ما بيخلص بحسب له هيجي امتى تاني. فوالله يعني الواحد مش عايز رمضان ده يخلص خالص. هو شهر ضيف، هو شهر عبارة عن ايه؟ ضيف خفيف عزيز، اللي هو ما بتحسيش بيه خالص، بيجري كده خالص ما بتحسيش بيه. يعني انا فاكرة ان كنا لسه بنستنين رمضان وبنحضروا له ونجهزه وكده، وهنعمله ايه وحاجات كده. فبصوا جرى ما حسيناش بيه خالص، والله الوقت بيجري. فربنا يا رب يكرمنا جميعا يا رب كده، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير كلها، وأيام ربنا جميلة كلها. اه ده أنا قلت بقى ايه أعمل لكم بقى الحاجات دي بقى كده، عشان ايه منه أنا أعملها لكم وأصورها لكم، ومنه أنا عملت بقى ليا شجعت بقى. انتوا اللي شجعتوني عشان أنا كنت بجيب جاهز. بس طبعا ايه، بتجيبي كيلو الكحك الجاهز ده، طبعا هو بيوزن لك كيلو بس صافي، يعني كيلو هو مستوي، وكمان عليه السكر كده الياما، بيبقى فيه ياما في العلبة. فتقريبا بيصفصف على ربع كيلو من السكر وكيلو الا ربع من الكحك. وتلاقي العلبة كده الحلقات فيها كل واحدة 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 كده. انما انت كده عاملة خير يعني كده، زي ما وريتكم كده كل اللي وريتكم لكم دول ما شاء الله، وكان في صينيتين كمان. بس زي ما قلت لكم على قد ما رصيت بقى في السرفيس كبير حلو وخدهم كده. الكمية دي كلها يا جماعة من الكيلو، عشان انتي حاطة على الكيلو الدقيق حاطة نص كيلو سمنة، يبقى دي كده كيلو ونص. وحاطين نص كيلو عجوة، يبقى كده ايه 2 كيلو. وحطينا حوالي ربع او ربع وشوية على حسب ما الدقيق ياخد منك بقى اللبن. ادي 2 كيلو، نقوله ربع كيلو، ادي 2 كيلو وربع. يعني بصي يعني شوفي هيطلع لك الكيلو هيعمل لك حوالي 2 كيلو وربع او 2 كيلو ونص كمان. يعني بصوا يعني ما شاء الله بيبقى بركة والله، يعني ما تكسليش يعني لو عملتي. وبعدين دلوقتي هو ما الجاهز ده بقى غالي، يعني هتجيبيه بالغالي. انت بقى عايزة تعملي بسمنة عادية، اهم حاجة اللي السمنة اللي هتعملي بيها تبقى بيضة، عشان ما تصفرلكيش العجينة قوي. يعني انا تحاولي كده يعني السمنة تكون بيضة. انما لو عندك سمنة يعني او زبدة صفر عادي. بس هو اللي عامة الكحك والحاجات دي بتحتاج سمنة.
انما لو عندك مثلا في حاجات تانية ممكن تستعملي فيها الزبدة يعني. بس انا زي ما انتم شايفين، انا لو مشيتي على الخطوات دي هتطلعي احلى احلى كحك يعني بصراحة. يعني الحمد لله والشكر لله، انا بحاولت اقول لكم المقادير مظبوطة. وطبعا انا هكتب لكم يا جماعة المقادير في صندوق الوصف، اللي عايز يتأكد من المقادير بالظبط او ما سمعاش كويس، عشان انا قلتها وانا بسجل دلوقتي، قلتها كم مرة يعني. بس اللي حاول اللي بقى عايز يتأكد من حاجة، هتلاقوا جوه المقادير مظبوطة جدا في صندوق الوصف. امشي عليها كده على الخطوات اللي انا عملتها، هيطلع لك احلى كحك ونتيجة حلوة. وبصوا سهلة ازاي، لا تقعدي تنقشي ولا حاجة. يعني انا عاملة الطريقة اقتصادية، وكمان سهلة في عمايلها، وخفيفة وجميلة. يعني مش هتاخد منك وقت كده، وسهلة قوي. انا زي ما قلت لكم كده، يعني انا بعد الفجر يا دوبك ساعة، هما ساعتين بالسوا بكله كنت مخلصة اللي شفتوه ده، الكمية اللي انا شفتها الكيلو دوت، فكنت مخلصة اهو. اهو هنا بقى بوريلكم كده حبة، وهبقى اكمل بقى واوريلكم بقى الباقي. اهو انت بس ايه، تكبسي بايدك كده وتظبطيها بايدك كده، هتطلع معاكي ممتازة. انا بقى مش عارفة المشاهدات واقعة معايا واللايكات وكده، ما اعرفش يعني. يعني المحتوى بتاعي مش عاجبكم ولا ايه؟ قولوا لي برضو، اكتبوا لي يعني. اكمل ولا ايه؟ انا حاسه ان القناه بتاعتي مش يعني، انا في ناس تقول لي لا انتي القناه بتاعتك حلوه وبتعملي حاجات كويسه وكده. فطبعا دي بترجع لكم انتوا اللي بتقولوا، يعني انتوا اللي بتكرروا مش انا. فقولوا لي يعني اكمل ولا ايه، ولا يعني اغير المحتوى بتاعي. يبقى قولوا لي يا جماعه، اكتبوا لي في الكومنتات كده برضو، انا مستنيه رايكم على فكره. عشان انا بتعب في القناه، وحاسه ان هي ما فيش حد يعني بيخش عليها قوي. شايفين هنا، بصوا بعد ما خلصت الساجين الكبار دولت، وعملت صينيتين كمان كبار، شايفين؟ دي كمان وواحده تاني، بس هي الرخامه عشان مش واخده الا دول. شايفين الكميه جميله ازاي؟ ده بكيلو يا جماعه، والكحكايه كبيره وحلوه، وهتنفش لسه وتحفه. هنا بقى هندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180. 180 تشوفيها من تحت كده اتحمرت حلو، اللي هو اللون البامبي الجميل ده. تقومي ايه، طافيه ومولعه الشوايه بس. يعني ما تولعيش الشوايه من تحت، لا. شايفين انا كده ايه؟ هنحطه كده في الفرن كده، كان يا دوبك بشوفه استوى ولا لا. انا كده هحطه تحت الشوايه، كان استوى من تحت لقيته حلو، حطيته تحت الشوايه. بصوا بقى نفشه جميل ازاي يا جماعه. شايفين اما حطيت كمان خميره فوريه، مش حاطه خميره اللي هي بتاعت الفرن كمان. وجميل يا جماعة. والريحة بقى ما اقولكمش، الريحة بقى تحفة. السمسم اما اتقدح كده بالسمنة، اما تتحمص في السمنة كده مع الدقيق كده، طلع لي الطعم الجميل ده. والتحمير بقى بتاعه كده حلو قوي. انا ولعت الشواية دوبك حبة، عطتني وش بس كده زي ما انتم شايفين. بس ما تخلوش ينشف جامد. شوفي من تحت كده لقيتيه يا دوبك تحمر شوية. هيكون بقى استوى. طالما احمر شويه من تحت يبقى استوى. تولعي بقى عليه ايه الشوايه، تطفي تحت وتولعي الشوايه، بس تابعيه لغايه ما يديك اللون ده، ما تخليش يعني زياده عن كده. شايفين اللون ده جميل، ده اللي انا عايزاه، ممتاز قوي بصراحه. الطريقه دي بقى يا جماعه اعتمدوها كده، ولو عملتوها والله هتعملوها على طول. وبصوا شايفين، بصوا جميل ازاي. لا هو ناشف ولا هو طري قوي يعني، ولا ناعم قوي، وجميل جميل تحفه. بيدوب في البق دوب كده. وبصوا مليانه العجوه كده، الحشوه بتاعتنا مليانه ازاي وجميل. يعني تاكلي الكحكايه جميله. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، طبعا هرش عليه السكر. انت زي ما بتجيبيه من الحلواني بالظبط، بيبقى رشش عليه السكر كده ومجهزه. هنا بقى هو زي ما انتم شايفين، انا برش عليه السكر. وهشيله بقى ايه، طبعا هنا بعد ما برد خالص، يعني ما تحطيش السكر هو سخن، عشان دي برضو خطوة برضو ايه مهمة. لازم يبرد، يبقى ساقع قوي. انا سبته بالسجاد بقى ساقع قوي، وقمت رشاه بالسكر كده. وقمت حطيته بقى، رصيته في العلب الجميلة بتاعتنا. وقفلتها بقى، تقفلها بغطا محكم كده، عشان ايه، ما تلقطش اي ريحة ولا كده. هنا بصوا بقى، رصيته بقى في السرفيس ده. طبعا معايا صينيتين كمان، بس ما حطيتهمش. السرفيس ده كبير يا جماعة قوي. ما شاء الله، يعني ده الكيلو عمل لي كمية جميلة، وهيعمل لك بقى والواحدة كبيرة وحلوة.
طبعا الكاميرا كده يعني مش مبينة قوي، بس هي كبيرة حلوة وجميلة ومنفوشة وحلوة. انت شفتوها لما طلعت من الفرن؟ جميلة. هنا طبعا انت بترشي بقى كده، وزي ما رشيت في حتة هيبقى فيها سكر وفي ما فيهاش. انت لو عايزة تزودي السكر بقى عن كده زوديه، انا لقيته حلو كده جميل بصراحة.